أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس بارباط الموقف الأوروبي الجديد بشأن الصحراء المغربية، معتبرة أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. وذكرت كالاس بمناسبة زيارة العمل التي تقوم بها للمغرب بدعوة من وزير الخارجية ناصر بوريطة بالمعايير الأساسية لموقف الاتحاد الأوروبي الذي يدعو جميع الأطراف إلى المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي. وقد تم التعبير عن هذا الموقف الذي أقرته الدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك اعتمده بوريطة وكالاس عقب لقائهما،